والدتي كانت تنصب، ولا يمكنها خالت صادفت مع رجل قاعد تسمي ولاية قيدي ماغا مركز قري الطالب ولسد أحمد قامت تسقرت وكانت مثلا كانت طالب ولسد أحمد المبارك نشتغل كمستشار في هيئة دولية مقرها في تونس. وسابق ذاك كنت اشتغلت مدة 10 سنوات في البنك الدولي خاصة في مجال الاتصال. مسيرتي لم تكن سهلة. أنا خلاقة في دبي قالوا وديه للشهم في الأصابة، من أقدم أدواب في الأصابة، وخلقت في السبعينات، وكان آنذاك الظروف كانت صعبة به، اللي كانت بداية التصحر في موريتان وبداية ارتفاع الفقر والفوارق الاجتماعية في بلدنا. وأهلي والدتي يرحمها ووالدي يرحمه ما خطروني نعيش ذوك الظروف الصعبة اللي عاشوا بها. ما قراوا المدرسة وهاجروا إذا صح التعبير من الأصابة شرقي دماغ، وحتى قاشوا السنغال، اللي نهر السنغال في دشرين قال لها باكل. والدي كان منافر، كان يرفد كيف نقولوا بعض نحن عند موريتان هنا تنقالة. ووالدتي كانت امرأة بسيطة تبيع شي من تبيع مثلا كيف التمات وشي من هذا الخضر في المرسى. هاجروا فيها كانوا يعطونا مستقبل أفضل، وبدأت المدرسة في قري ونجحت شو الكوليج. كنت تلميذ في الحقيقة. كان عندي مؤهلات غير نظرا إلى الظروف الصعبة آنذاك. نقصت كوليج في سيدي بابي، كانت واجهت بعض الصعوبات ولا قديت ولا صعدت من توازي أنا كوليج. مثلا اني عاد قدامي خيارين شنو هما؟ لاني اما نفقد حياتي، ما تلا عندي مثلا عاد يكون السيبوتو كيف باندي، والله نهنتت، والله نمشي نطلب، والله مثلا ما نعودش. والله الخيار الاخر هو لاني لابد من نقبل زمام الامور، عندي مثلا الاراده ونمشي للامام. والله لان السنه اللي صعدت فيها اللي كان مؤلم حتى للاسره به، اللي انا كنت املهم كانوا معلقين علي يصم الامل ان المدرسه لا تعود لي وسيله لان الخروج من وضعيه مزريه الى وضعيه اخرى. اذا استوعبت هذه القضيه، وقلت اني في الحقيقه اني ما نقد نضيع حياتي بالحيله. وعدلت شيء يقولوا صار ليكول بيسانيير، ليكول اوتوديداكت، لا كل كتاب جبرته نقراه ونمشي. حتى اني اذكر اني كنت نقيس باكل في سينيغار في كوليج، ودواقف وراء فنات وصلت الاستاذ يقرا الانجليزيه. واتذكر ان اول كتاب الانجليزيه قريته قال دايز انجليش. حسيت على اني في الحقيقه ان الانسان انه يقد يحدد مصيره. ومن ذاك الوقت قلت ان انا لا بد من اعود اسبع وتوب من حد شيء كامل جاي قدامي لا نوكل. بدأ مسار اخر، مسار كان مثلا صعب جدا يا اخي، فيه يسر من العزم. وتيت نعدل كل شغله نعدلها، نسجل حسيان نعدل ماسون، وحتى لاني قاعد راعي البقار وغنم انسان راجل وجيه كان في وليانجا اللي مرض. وفي الحقيقه مثلا مرض مثلا لا ندخل في التفاصيل، لانه تتطلب مني اني نمشي في يوصل من الاماكن فيها نتداوى. عندي الاصحاب كانوا يعدلوا بكالوريا في سيدي بابي ويمشوا لي الدروس وراجعهم. وكان عندي رفيق واحد هو الاذاعه، هو اللي كنت دائما مثلا نصنت الاذاعه ونعرف اللي يحدث في العالم، ونتابع مثلا البرامج اللي نبقي انا بالانجليزيه والعربيه. حتى الينا 93 هو اللي قبت جيت الى شهر ناقشوط، وسجلت تنقيس
السنتر كولتور فرنسي اللي انا كانت شعبة الفرنسيه، ورد الله تبارك وتعالى اني عديت البكالوريا وجبرته بطريقه مثلا جيت سجلت كمستمع حر كانديدا ليبر في البكالوريا عام 1994 والحمد لله جبرت البك. اتذكر ان سابق البك بشهر والله 3 اسابيع كان شي من اصحابي يشوقوا فيا به اللي يقول لي انا مثلا انا الرياضيات ما نعرفهم مثلا ما هو الشيء اللي كان مهم عندي. انا كنت شعبتي كانت الادب وكنت زين عندي حتى ان انا نقرا لا الادب ولا الكتب الكبار شيء كامل مثلا كنت نقرا لا شيء كبير مثلا لا كتاب كبير كتاب كامل ما هو كبير كاع 300 صفحه ولا 400 صفحه ما نقول انه كاع ما هو مهم عندي. والفيزياء قال لي واحد من اصحابي انت الفيزياء ما تعرفها وانت ما تعرف الرياضيات وانت ليسي ما عدلتها انت بسبحان الله تجبر البكالوريا. قلت له نضل نجبر البكالوريا ان شاء الله. يقول انا جبت البكالوريا وكنت الحمد لله من المتفوقين وجبرت منحه من شرطه تونس. وبدات مثلا مساري حياتي بدات تتغير بشكل سريع بشكل ما هو معقول. جلست تونس عدلت ماتريز ومن فم جلست فرنسا عدلت دكتوراه. رجعت 2005 لموريتانيا بدات بالتلفزه الوطنيه موريتانيا خدمت فيها كمحرر وكمقدم برنامج نشرات الفرنسيه ومولي كرئيس تحرير. ومن ثم مولي قست البنك الدولي اللي خدمت الكتاب. وبما اني كنت نعرف الانجليزيه ونعرف مولي عندي مولي معناها شهاده عليا في التنميه واشتغلت البنك الدولي دونك مشاو بيا شهر كوت ديفوار تابع لي 4 بلدان فهمت بوركينا فاسو غيني كوناكري بنين وتوغو. وجبرت حظ انني دخلت في مجال التنميه وهذا هو اللي جعلني اني باشرت حقيقه التخلف حقيقه الفقر وحقيقه الفوارق الاجتماعيه به اللي هذا هو اللي عشت انا من نفسي في حياتي. السنه اللي نجحت في الكوليج اتذكر كنت قاعد قدام الدار عند طويبلس صغيره توه بها اهلي ونيك ساعه الناس اللي تنجح في الكوليج تنقال في الاذاعه. اذا الناس كامله كل سنه كانوا يقولوا والله ما انتم نشحب. والدتي كانت تنصب ولا يمكنها خالت صادفت مع رجل قاعد تسمي ولايه قيدي ماغا مركز قري الطالب والسيد احمد قامت تزقرت وكانت مثلا كانت اذا دونك الوالده كانت يرحمها كان زين عندها حتى لاني نجحت. كانت نجاحي في الكوليج كان الوالدين اعتبروها انه بدايه مسار اخر اللي هما هاجروا من الاعصاب هاجروا من دبي اللي ما كان فيه مدرسه واللي ما كان فيها منشآت صحيه ولا شيء سوى شنو هو كان يعتبروها انه نجاح للحياه معناها انه انتصار للحياه اذا صح التعبير دونك ان فيكتوار سور لا في. هو اني لما جبرت الباك الدكتوراه وبدات نشط قلب المنظمات الدوليه وعاد عندي الفضاء وعدت نملك الوتات وعدت نسافر نقيس في العالم ونلقى الناس اللي عندها وزن هو اللي فقدت فيه الوالده يرحمها. انا كنت نختار نكافئها ونحن قام الانسان ما يقدر يكافئ من هنا والديه وتو الوالده رحمه كان توفى السنه اللي جبرت فيها البكالوريا اللي قست فيها تونس. لان ما هو معناه الانسان من الدبي ما يقدر يمشي لقدام. هنا الفوارق الاجتماعيه والفقر يقدر حد يتغلب عليه بشكل سريع حتى ينين مثلا يستثمر في الدراسه لان المدرسه وحدها والتعليم هو اللي لا يقدر يتغلب على هذه المشاكل. بعض الاسباب قال اللي وسعت لاني ما نجحت ولاني لحقت لازم انا الكوليج ما قدرت نتخطاها هي المشاكل الاجتماعيه. يعني شوف انسان يقعد يقرا مع من الطلاب كلهم عنده لبسه زينه وعنده تري بون جين وعنده عائل سيباغو وعنده وتجيه وتا قدامه تمشي به. اذا هذا النوع ساكن في بيده زينه
وعنده مكيفات وعنده تلفزيون وعنده كل شيء، فهمتوا؟ اذا هذا يحس بالغيره. كشباب ما كنا قابلين اننا فقراء، وان ما جبرنا حظ ان يعود والدين عندهم شيء والله شيء مثلا. ما كنا قابلين حتى اننا كنا اصدقائنا يجون شرق قري نعتوا لهم ديار اخرين. انا مثلا صار في هذه القضيه عده مرات، كنت دائما يجون اصحابي من شهر سيدي بابي صقلات اللي هلهم شهر فرنسا وعندهم شيء وديارهم زينين، يجون شرق قري ما نقدر نقيس بهم الدار هذه اللي دار من الطين وتعبانه، ما فيها تلفزيون، ما فيها ضوء، وما فيها مثلا هذه المعدات، ونقيس بهم دار اخرى زينه. ما نعرف قاعد نقول هذا ورك دار اهلي. هو اللي تنفهم ان في الحقيقه ان الفقر والتخلف لا مساله ذهنيه، لأن الانسان يتحرر من ذهنيا من شيء قالوا كيف الفقر، والله شيء قالوا كيف الطبقيه، والله ان العزم وحده هو اللي قد يمشي لقدام. انا حسيت اني في الحقيقه اني السلف عايد دابا سالفيه، والدوله الموريتانيه سالفيه مثلا شيء هو انني من يرتي هذا المسار اللي المسلسل اللي كنت نقول لكم، انني من يرتي انت متقاسم ومولي مع الناس اللي في دوابه اللي ضرب 4 سنوات نرجع كل سنه اني نجبر الراحه نرجع شهر ادواب خاصه في الاعصاب دبايل ودي وقال الله اكماميل. هذا من اقدم ادواب في الاعصاب، نتقاسم معهم مسيرتي قصتي نقص عليهم، نعدلهم شيء قالوا له ستوري تيلينج، نقول لهم مثلا هذا كنت نقول لكم كامل، ونتقاسم معهم هذه القصه، ونقول لهم انهم يعود عن الامل يعطوا دائما يعود فهم، وانهم يقدروا يعدلوا اكثر من اللي عدلت انا. رئيس البنك الدولي الماضي خلق في كوريا في اسره فقيره، جاء امريكا عنده 5 سنوات، وبفضل القرايه وبفضل العمل الدؤوب اصبح رئيس البنك الدولي. معناها لان وفهم واحد اخر مثلا قال له جون ما رئيس علي بابا في الصين، عنده نفس القصه. معناها هناك عديد من الناس اليوم رجال ونساء استطاعوا بعزمهم، واستطاعوا مثلا بعزمهم وعملهم الدؤوب دائما انهم ينتقلوا من مرحله الى مرحله. هذا هو اللي في الحقيقه كنت نختار مثلا نوصل خاصه الى سكان ادواب اللي انا منحدر منهم، انهم من يارتهم يخلوا عنهم مثلا هذه الافكار انهم ما يقدروا يمشوا لقدام، والله زال المجتمع الاخر من يارتهم اللي يخرسوا الادواب عن طريق اخرى، انهم في الحقيقه ادواب انهم خاصهم لا حد يستثمر فيهم، يستثمر في الرصيد البشري، ولان الاسر اللي عندها شاشه مثلا عندهم مؤهلات يقدروا يقراوا يقدروا يمشوا قدام انهم يعاونوا.